انا عارف ان اللي هقوله لك دلوقتي ده غريب، بس سندوتش الشاورما اللي انت شايفه قدامك ده ب10 جنيه. بس ايه اللي يخلي سندوتش الشاورما اللي سعره في العادي حوالي 100 جنيه يبقى ب10 جنيه؟ هل السندوتش ده اللي هياكله هيحصل له حاجه او في سر مثلا، ولا السندوتش ده في حاجه معينه موجوده جواه، ولا هل السندوتش ده معمول من لحم الكلب الميت واللي هو خلاه بالسعر ده؟ ابو الاصدقاء، انا ما بقتش فود بلوجر ولا حاجه، ولا الفيديو ده هايف زي ما انت فاكر. الحقيقه ابو الاصدقاء ان سندوتش الشاورما اللي انت شفته في الاول ده هو مش سندوتش عادي، ده سندوتش وراه تاريخ طويل جدا وحلم 450 مليون بني ادم. ولو عاوز تعرف القصه اللي ورا السندوتش ده، اتفرج على الفيديو ده للاخر. هلو مسا ابو الاصدقاء، اهلا بيك في اوضتي المتواضعه وفي حلقه جديده من برنامج المحقق. يوم 8 ديسمبر تحديدا سنه 2024 اللي هو كان من كام يوم يعني، تنتشر احتفالات جميله جدا في جميع انحاء الوطن العربي، وفيديوهات واللي تحديدا كانت طالعه من سوريا لناس عماله تحضن بعض وهي مشتاقه جدا، الستات بتزغرط والاطفال فرحانه والمساجد كلها بتكبر في منظر عظيم جدا، كأن الليله دي هي ليله عيد. والناس كانت مبسوطه جدا في مصر لدرجه ان المطاعم السوريه اللي اصحابها سوريين بس مقيمين في مصر هنا بسبب الحرب عملوا خصومات على الاكل عندهم، اللي عمل خصم 50% على جميع الوجبات. ولا سندوتش الشاورما اللي بقى ب10 جنيه. بس ليه يا شباب؟ ليه كل الناس مبسوطه للدرجه دي؟ كل الناس دي مبسوطه ابو الاصدقاء بسبب ان السوريين رئيسهم بشار الاسد هرب. ازاي يعني يا شباب؟ هو في ناس تحتفل ان رئيسهم سابهم وهرب؟ ومعلش ايه اصلا اللي خلى رئيسهم يهرب؟ القصه ابو الاصدقاء انت ما تقدرش تفهمها من المشهد ده، بس احنا محتاجين انا وانت ابو الاصدقاء نرجع بظهرنا شويه حوالي 150 سنه. من 150 سنه اتولد طفل اسمه علي سليمان الوحش، وده كان طفل مولود في عيله فقيره جدا في سوريا وتحديدا في مدينه القرداحه. عيله الطفل اللي هو علي الوحش ده ما كانتش عيله عاديه، دي كانت عيله تبع طائفه اسمها الطائفه العلويه، والطائفه دي استغفر الله العظيم يا رب بيقدسوا علي بن ابي طالب، يعني فرع من فروع الشيعه. المهم ان العلويين دول ساعتها كانوا فئه قليله جدا في سوريا، لان كانت اغلب سوريا هم مسلمين سنيين عاديين، فكان العلويين شايفين ان السنيين ناس ما تامنلهمش، لان ممكن في اي لحظه يقلبوا عليهم ويقضوا عليهم نهائي. ابو الاصدقاء ده كان راي العلويين ساعتها. المهم عشان كده العلويين دول كانوا مجمعين بعضهم وقاعدين في مدينه صغيره، وعلي سليمان الوحش ده بدا يكبر ويشد حيله كده ويبقى شاب. بس يا ابو الاصدقاء ما كانش اي شاب، هو كان شجاع وقوي جسديا، وكان هو الوحيد المتعلم وسط شباب قريته، وكمان كان بيشتغل زيهم بيرعى الابل ويشتغل في الزراعه. فالواد ده ايه، كان يعتبر الهيرو وسطهم، هو اللي ما فيش زيه اتنين، متعلم قوي جسديا، كان ناقص بس ابو الاصدقاء يلعب باك ليفت في غزل المحله ويبقى قفلها. المهم عشان الصفات الحلوه اللي فيه دي اطلق عليه شباب قريته اسم الاسد، او تحديدا بدلوا اسم الوحش باسم الاسد، ومن هنا علي سليمان الوحش يلقب بعلي الاسد. علي الاسد ده لما كبر صيته ابتدى يذيع وسط الناس اللي في قريته، وكانوا شايفين غير ان هو متعلم وقوي، هو كمان عادل وسط الناس اللي في قريته، بيعرف يجيب حق المظلوم وبيعرف قوي ياخد حقه، فده علاه في نظرهم اكتر واكتر وخلى صيته ينتشر في القريه اكتر. وبدا علي الاسد ده يتجوز، وعشان كان راجل عينيه زايغه شويتين وقوته الجسديه بسم الله ما شاء الله يعني، اتجوز 3 وخلف من ال3 دول 11 طفل. وكل ده هو كان مع العلويين اللي قاعدين في قريتهم بعيد جدا عن السنيين، لحد ما يبدا يحصل الحدث اللي هيغير كل حاجه في سوريا ساعتها. خلال الفترة اللي كان علي الوحش بيعيش فيها شبابه تقوم الحرب العالمية الأولى، وده يؤدي إلى إيه؟ سقوط الدولة العثمانية. طبعا أنت فاكرني بخف دلوقتي دم أبو الأصدقاء وأقول لك فرض الضرائب الباهظة ومش عارف إيه، هو فعلا اللي كان بيحكم ساعتها سوريا الدولة العثمانية، والحرب العالمية الأولى دي أدت إلى سقوط الدولة العثمانية، وبدأت الدول اللي كسبت الحرب العالمية الأولى يقسموا الدول اللي كانت تحت الحكم العثماني، واللي كان منهم مين؟ أيوة سوريا. في الفترة دي الدول اللي كسبت الحرب العالمية الأولى بدأوا يقسموا الدول دي، وفرنسا كان من نصيبها بلدين اللي هم مين؟ سوريا ولبنان، وده كان قرار من عصبة الأمم سنة 1920، ومن هنا سوريا كانت تحت الانتداب الفرنسي. فرنسا بدأت تقسم سوريا على حاجتين، الدين والمكان. مش فاهم يا شاب يعني ايه؟ يعني بدأت تقسم البلد كلها على أساسين، الأساس الطائفي والأساس الإقليمي، وده كان عشان طبعا تقدر تحكم سوريا صح، وغير كده تضمن بعض ولاء الناس ليها. فبدأت فرنسا تحكم سوريا بنظام اسمه الأقليات. عارف ان انت مش فاهم يعني ايه أقليات ومش فاهم اصلا الحتة اللي فاتت، خلينا افهمك بالراحة. الأقليات دول هي من اسمها الجماعة القليلين في سوريا، واللي حاسين ان باقي الشعب مهمشهم لانهم قله في المجتمع، فتيجي فرنسا عشان تكسب ولاء ناس منهم تحط الفئه القليله دول في مناصب عاليه في المجتمع، فالاقليات يفرحوا ويبقى عندهم ولاء كبير جدا للفرنسيين. ودي اصيع طريقه تقدر بيها اي بلد محتله انها تفرق الشعب عن بعضه، لان الاقليات المهمشين دول لما يبتدوا ياخدوا مناصب هيبتدوا يمارسوا نقصهم على باقي الشعب مع انهم اصلا من نفس الشعب. وطبعا من الاقليات او الناس اللي كانت قليله في سوريا ساعتها؟ العلويين. وقلنا كان مين اكتر واحد متعلم فيهم بالظبط؟
علي الاسد. الانتداب الفرنسي ادى علي الاسد او العلويين بشكل عام مناصب في الدوله، كمان علموهم السياسه والاقتصاد وخلوهم يشاركوا في الجيش. كل ما الانتداب الفرنسي كان موجود في سوريا كل ما قيمه العلويين كانت بتزيد، لانهم قاعدين بيتعلموا. طول ما هم قاعدين بيتعلموا في الوقت ده اللي العلويين كانوا واخدين فيه مناصب في الدوله، يتولد الابن الجديد لعلي الاسد وهو حافظ الاسد. وحافظ الاسد يبتدي يكبر في عز ابوه اللي هو علي الاسد، واللي الانتداب الفرنسي اداله مكانه كبيره جدا. ويكبر حافظ الاسد ويدخل الجامعه، لكن من هنا تبدا تحصل الحاجه الغير متوقعه. حافظ الاسد لما ابتدى يشد حيله ابتدت تحصل الحرب العالميه الثانيه، واللي طبعا فرنسا كانت طرف فيها. طبعا مع المدعكه اللي حصلت في الحرب العالميه الثانيه دي فرنسا بدات تخسر نفوذها جوه سوريا، وبدا الاحتلال الفرنسي يضعف يضعف يضعف. طبعا مين اكتر ناس خايفين من ده؟ العلويين. كانوا خايفين لدرجه انه يقال علي الاسد ده بعت رساله لرئيس الوزراء الفرنسي بيترجاه فيها انه ما يسيبش سوريا. انت متخيل يا ابو الاصدقاء؟ انت متخيل لما تبعت رساله للي محتل بلدك بتترجاه فيها انه ما يسيبكش عشان لو سابك انت اهل بلدك هياكلوك؟ انت متخيل الكره بدا مع عيله الاسد منين؟ والرساله اللي هي 3574 دي يقال ان هي حقيقيه. المهم ان يوم 17 ابريل سنه 49 سوريا تتحرر من الاستعمار الفرنسي، لكن تبدا تقع تحت استعمار الاقليات. من الاقليات دول يا شهاب؟ شفت ابو الاصدقاء ان انت مش مركز؟ مش انا قلت لك ان الاقليات دول هم العلويين؟ ثواني يا شهاب، هم ازاي ناس اصلا من البلد هيستعمروا بلدهم؟ هو ده بقى اللي هكلمك فيه. لما فرنسا سابت سوريا الاقليات وتحديدا العلويين كان ليهم مناصب في الدوله، غير ان اصلا فرنسا لما سابتهم ورثت للعلويين مؤسسه عسكريه كامله، فده كان مدي للعلويين نفوذ جوه الجيش حتى بعد ما فرنسا سابت سوريا. وفي السنتين اصلا اللي بعد الاستعمار الجيش كان بيلعب دور اساسي في البلد، لكن تبدا تحصل انقلابات في سوريا كتير. الانقلابات بين العلويين واللي واخدين مكانه عاليه في المجتمع والسنيين اللي هم اصلا اغلبيه المجتمع، لحد ما يجي جماعه كده اسمهم حزب البعث العربي الاشتراكي، ودول المفروض اللي هيفضوا الخناقه بين الجيش وبين الشعب. طب انا اسف يا شباب، ايه حزب البعث العربي الاشتراكي ده؟ جماعه البعث دول جم للسوريين وقالوا لهم والله يا جماعه احنا مؤمنين ان العرب لازم يتحدوا، وان الجو اللي انتوا فيه ده لو فضلتوا فيه انتوا هتفضلوا طول عمركم في انقلابات. فالسوريين يردوا طب ايه يا عم حزب البعث، ممكن تقول لنا الحل؟ حزب البعث قال لهم والله الحل ان احنا نفضل موجودين وسطكم عشان بس نفصل ما بينكم لو حصل اي انقلاب، ونفكركم ان انتم عرب وان انتوا واحد ايا كانت ديانتكم ايه، فلو سمحت اللي عاجبه الفكره دي ينضم لينا. طبعا علي الاسد سمع كلمه دين دي عينيه نورت، قال لهم لو سمحت انا مؤيد للفكره بتاعتكم خدوني معاكم. بالفعل العلويين ينضموا لحزب البعث. طبعا حزب البعث ده لما دخل سوريا مع وجود العلويين، حزب البعث ده ابتدى يكبر لحد ما يحصل انقلاب في البلد. طبعا انت ابو الاصدقاء عشان طيب هتفتكر ان حزب البعث دلوقتي هيدخل يحوش، لكن في الحقيقه حزب البعث كان شايف ان دي فرصتهم الوحيده انهم يحكموا سوريا. وبالفعل حزب البعث استغل الانقلاب اللي حصل في سوريا ساعتها وحكموا البلد سنه 63، وبداوا يعينوا ناس من الحزب نفسه في مناصب عاليه في سوريا عشان يضمنوا وجودهم قدر الامكان، زي مثلا ان حافظ الاسد ابن علي الاسد بقى رتبه عاليه في الجيش. ويروح حزب البعث نفسه عامل انقلاب في سوريا عشان يخلوا حافظ الاسد ابن علي الاسد وزير دفاع. والاصدقاء انت متخيل ده حزب البعث اللي كان جاي يحوش، هم دلوقتي اللي بيعملوا انقلاب، ويعملوا انقلاب للمره الثالثه، بس المره دي اللي ينتهز الفرصه دي حافظ الاسد، ويكون رسميا سنه 71 حافظ الاسد رئيسا لسوريا. ومن هنا تبدا عيله الاسد حكم سوريا. ابو الاصدقاء الجزء ده من الحلقه هو جزء صعب، فلو ما عندكش اي استعداد انك تسمع مشاهد دمويه، حاجات صعبه، حاجات تاثر على صحتك النفسيه، فما تتفرجش. اللهم بلغت اللهم فشل. من اول الفتره الرئاسيه بتاعت حافظ الاسد علي الاسد كمان. المهم حافظ الاسد لما مسك حكم سوريا مسكها بنظام يعرف باسم القبضه الحديديه، واللي نقدر نختصر فتره حكم حافظ كلها في جمله واحده، وهي لو راجل قول رايك. ده كده في حاله لا قدر الله ان انت راجل، لو انت بقى جابك ذكر اطلع عارض. انا عارف ان هما جملتين مش جمله واحده، بس ده المعنى الحرفي للي هتسمعه دلوقتي. حافظ الاسد اول ما مسك سوريا بدا انه ياسس جيش سوري جديد، والجيش ده بدا ياسسه بمساعده الاتحاد السوفيتي. ولو مش عارف مين هم الاتحاد السوفيتي فشوف الحلقه اللي فاتت اللي هي جهاز يوم القيامه وهتفهم مين هم. المهم الشعب لما شافه بيجهز الجيش وبيعمل هنا وبيعمل هنا، الشعب كده حس بطمانينه. ده كمان حافظ الاسد اول ما مسك سوريا بدا يطور بنيه سوريا التحتيه، فده خلى الشعب متكيف منه قوي، وكأن حافظ الاسد ده العوض، لكن ما يعرفوش لا مؤاخذه الخازوق اللي جاي لهم. حافظ الاسد على الرغم من الحاجات الحلوه اللي عملها اول ما مسك البلد، بس كان ما يسمحش ابدا لحد ان هو يعارضه. حد من الشعب او اي حد عامه قرر ان هو يعارضه او بس يقول رايه يتم القضاء عليه تماما. ابو الاصدقاء القضاء عليه ده مش فيروسور وهيبخوا بيه، بيقضي عليه بيموت. ولو كان الواد ده حظه حلو كان بيتم اعتقاله في السجون السياسيه. وكمان خلى العلويين اللي هو وابوه منها ياخدوا معظم المناصب العاليه في سوريا، وكانت عيله الاسد متحكمه احكام تام في
كل الجوانب اللي في سوريا، سواء عسكريا سياسيا اقتصاديا، وتقريبا سوريا بكل مناصبها العاليه كانت حكر على عيله الاسد. فطبعا ده حسس السنيين اللي هم الفئه الاغلبيه في المجتمع بالتهميش، فبدا مثلا يحصل تمرد عليه، زي التمرد اللي حصل في حماه سنه 82 من الاخوان المسلمين، واللي قدروا ساعتها الاخوان المسلمين انهم يغتالوا كذا واحد من الروس التقيله ساعتها في سوريا. لكن في شهر فبراير في السنه دي حافظ الاسد عمل اكتر حاجه مرعبه في تاريخ سوريا. حافظ الاسد ساعتها قرر انه يرد على التمرد اللي بيحصل ده، لكن بطريقه غشيمه. فسال التمرد كان بيحصل في حماه من الاخوان المسلمين صح؟ فقالوا له اه صح. مخلى اخوه ساعتها اللي هو رفعت الاسد يبعت وحدات والاف من الجيش السوري لمدينه حماه، وخلاهم يعملوا حصار كامل على المدينه لمده 27 يوم. 27 يوم لا حد هيدخل ولا حد هيخرج. طبعا انت هتيجي تقول لي يا ابو الاصدقاء يا شباب هو ده عقاب، ده عقاب بسيط قوي يا جدع. العقاب مش في الحصار يا ابو الاصدقاء، العقاب اللي بجد اللي هتسمعه دلوقتي. حافظ الاسد بدا يضرب العاطل في الباطل، معنى ان اي حد في مدينه حماه الجيش هيقابله هيقتله، وده بالمعنى الحرفي. اي حد كان بيقع تحت ايد الجيش في مدينه حماه كان بيتقتل، مش اللي عملوا بس التمرد، لو طفل وقع قدام الجيش ساعتها كانوا بيقتلوه. وكان ايه عامل لهم كوكتيل من القصف، قصف مدفعي وقصف جوي وهجوم على بيت المدنيين، لدرجه ان الجيش كانوا بيعملوا حفر وبيجيبوا اي حد ساكن في مدينه حماه ويرموهم فيها، ويروحوا دالقين عليهم جاز وبنزين ويروح مولعين في الاشخاص دول، ابرياء مواطنين مالهمش اي ذنب. ده يا اخي حتى ما اعترضوش، حتى اصلا ما فكروش انهم يقولوا رايهم. ولو حاسس ان اللي انا بقوله افوره اسمع كده بالاصدقاء كلام الضابط ده، واللي كان من ضمن اللي عملوا مجزره حماه هيقول ايه. كانت الناس عم تصلي فيه. نعم. دخلنا قبضنا على الناس، جينا على واحد من بيناتهم، ايش بتشتغل انت؟ شو عملك؟ قال انا دكتور. فواحد من اصدقائنا نسال الحربي ومباشره دكتور ايش؟ قال له دكتور ايش؟ قال له دكتور عيون. فنسال الحربي مباشره وقلع عيونه. كنا نجيب المشايخ اللي دقنهم طويله نحرق دقونهم بالقداحات ونشوه وجوههم ونضربهم بالاخمص البوارين. هذا اجرام، هذا اجرام نعم. ليس طبعا انا ما حكيت، ما قلت لك انه مشان ابرر الاجرام اللي حصل. الاجرام اللي حصل يفوق التخيل، يعني انا عم بحكي لك حكي ولكن الشوف غير شيء. 27 يوم السوريين اللي كانوا عايشين في حماه كانوا بيشوفوا الموت بعينيهم كل دقيقه، ستات واطفال بيموتوا قدام ابائهم وجوازتهم، ولو راجل اتكلم عشان يموتوا لك بقيه عيلتك بابشع الطرق الممكنه ويموتوك انت كمان معاهم. 27 يوم مات فيهم من 20 ل 40 الف واحد. بعد المجزره دي ما كانش في حد يستجري يفتح بقه او يقول رايه، لان اللي كان هيفتح بقه كان هيترمي في سجون الاعتقال، واللي حافظ الاسد ساعتها عملها مخصوص للحاجات دي. ابرزهم مثلا زي سجن صدنايا واللي افتتح سنه 87. صدنايا كان مصنف انه واحد من ابشع السجون اللي موجوده في العالم، لدرجه انك لو بدات تسرش على اسمه هتلاقي دايما ظاهر جنب الاسم بتاعه سيء السمعه، وده بسبب اللي كان بيحصل للاشخاص جوه السجن. جيب بص مثلا في شوارع سوريا هتلاقي ان حافظ الاسد ده شخص نرجسي، تلاقي انه امر ان صورته تتعلق في كل حته في سوريا، في الشوارع وفي الميادين وفي المدارس، ده حتى الكنائس والجوامع. تلاقيه كان عنده مشاكل ساعتها مع كل رؤساء الدول اللي حواليه، زي مثلا مع مصر تلاقيه ان عنده مشكله مع الرئيس السادات بسبب معاهده السلام، او مع العراق تلاقيه عنده مشكله مع صدام حسين بسبب حزب البعث. يعني مثلا تلاقي ان حافظ الاسد دعم ايران في حربها ضد العراق اللي هي الحرب الايرانيه العراقيه واللي قعدت 8 سنين، وتلاقيه مثلا انه انضم مع الولايات المتحده ضد العراق في حرب الخليج. العراق اللي هي دوله عربيه، انت متخيل؟ ده عزز نفوذه مع دول الغرب. ده كله كان خارجيا، اما داخليا ايه؟ خرب الدنيا. يعني مثلا حول نظام الحكم من جمهوري لاستبدادي، يعني خلاص الشعب مش هيختار رئيسه، احنا اللي هنختار له. يعني عدل في الدستور قبل وفاته سنه 2000 عشان يورث الحكم لابنه بشار قبل ما يموت، واول ما عدل الدستور هوب حافظ الاسد مات. الشعب السوري اتبسط جدا وقعدوا يكبروا الله اكبر، لكن ما يعرفوش الخازوق اللي جاي. سيب النضاره بقى من ايدي واعمل كوبايه شاي واجيلك يا ابو الاصدقاء. لا مؤاخذه ابو الاصدقاء، ما اعرفش ان انت بتضايق من الصوت ده. عاوز حبه شاي؟ انت شايف يعني ما فيهاش يعني. خلاص هسيب لك حبه في الاخر. بشار ده بقى ابو الاصدقاء كان الواد دلوع باباه، كان ايه حته كرواسو كده. اتولد يوم 11 سبتمبر سنه 1965 في سوريا وتحديدا في دمشق. بشار كان الابن الثالث لحافظ الاسد، وكان ابن حافظ الاسد ساعتها الكبير باسل الاسد. فتيجي انت تسالني هو ازاي بشار هو اللي مسك الحكم وهو اصلا الثالث؟ مش في باسل اللي اكبر منه والمفروض هو اللي يمسك الحكم بعد ابوه؟ كلامك صح جدا يا ابو الاصدقاء، بس باسل مات في حادثه عربيه قبل ما يمسك الحكم ب6 سنين. حافظ الاسد كان مهتم بتعليم ولاده جدا، فتلاقي ان مثلا بشار اتخرج من كليه الطب في جامعه دمشق، واتخرج كجراح عيون، والكلام ده كان سنه 88. وبعدها ب4 سنين اشتغل دكتور في المستشفى العسكري في دمشق. اوف عليا ابو الاصدقاء، انا اسف نسيت اسيب لك حبه، الحلقه الجايه بقى هسيب لك شويه. وهتلاقيه مثلا انه بعد ما خلص واشتغل دكتور راح سافر لندن عشان يكمل دراسته، وخلال وجوده هناك في لندن باسل الاسد اللي هو اخوه مات في حادثه العربيه اللي قلت لك عليها. كل حسابات حافظ الاسد ساعتها اتغيرت،
لانه كان حاطط امل ان باسل هو اللي هيبقى رئيس جمهوريه بعديه. المهم ان لما ده حصل حافظ الاسد بعت يجيب ابنه بشار من لندن فورا، لان بشار ساعتها كان ابيض، اكيد مش قلبه هو اللي ابيض بس كان ابيض في المعرفه، لا يفهم يعني ايه سياسه ولا عسكريه ولا اقتصاد ولا بيفهم في اي حاجه، كان دكتور عيون صرف. فبداوا يشتغلوا مع بشار عشان يعدوه للاجهزه العسكريه والاستخباراتيه في سوريا، وبدا انه يتدرب في الاكاديميه العسكريه، وبعدها بشويه بقى برتبه عقيد في الحرس الجمهوري النخبوي. وحافظ الاسد اللي هو ابوه كان عايز يصدر لبشار صوره ايجابيه، عايز الواد من قبل ما يمسك الحكم يكون الشعب حبه شويه، لان برضه كان بشار منعزل وبعيد عن عيون الجمهور. فعملوا شويه حركات صايعه، يعني مثلا حطوا بشار على راس الحملات اللي بتكافح الفساد، وايه الحملات دي اقالت العديد من المسؤولين، لكن الروس الكبيره واعضاء النظام كانوا بيسيبوهم. وكمان بقى رئيس للجامعه العلميه السوريه، يعني بيكافح الفساد ورئيس للجامعه العلميه. خد يا باشا الحكم اهو، اظن مفيش احسن من كده، ده لو متقدم لبنتي انا وافق عليه. وسنه 2000 حافظ الاسد مات زي ما قلت لك من شويه، وبعديها بساعات المجلس التشريعي طلع وقال احنا هنعدل في الدستور. المفروض في الدستور القديم ان السن الادنى للرئيس يبقى 40 سنه، فهم عدلوه وخلوه 34. طب اشمعنى يا شباب 34؟ لان ده كان سن بشار ساعتها. ويوم 18 يونيو بشار بقى امين عام للحزب الحاكم، هو حزب البعث، وبعديها بيومين حزب البعث رشحه للرئاسه، وبشار يترشح للرئاسه والمجلس التشريعي الوطني يوافق على الترشيح ويدخل الانتخابات بدون اي منافس ويكسب الرئاسه لفتره حكم مدتها 7 سنين. طبعا ناس كتير من السوريين اعترضوا على الموضوع ده، ان كده لا مؤاخذه هي ماشيه كوسه، الاب يموت ابنه هو اللي يمسك. بس على الرغم من كده الناس كانت متفائله شويه ببشار، لان معظم الوقت اللي قضاه في شبابه وتعليمه كان بره، فاكيد الواد ده هيبقى منفتح وديمقراطي شويه. وبالفعل بشار الاسد يطلع بعدها في خطاب ويقول انه هيصلح كل حاجه، الاوضاع السياسيه وهيحرر الاقتصاد والدنيا هتبقى زي الفل. بس كان موته وسمه حاجه واحده، كلمه كده تقولها له كان يقشعر، وهي الديمقراطيه. ديمقراطيه ايه يا ولاد بشار كان بيرفض الديمقراطيه رفض تام، وكان شايف ان ده النموذج السيء اللي في الغرب، وقال انه مش هيدعم اي سياده تهدد وجود حزب البعث. بس بشار كان اوبن مايندد شويه كده في ان الناس تقول رايها، زي مثلا انه فتح حريه التعبير للصحافه وافرج عن المئات من السجناء والسياسيين. ناس حست كده ان لا بشار ده حد كويس، لدرجه ان الفتره الاولى في حكمه سموها بربيع دمشق كتر ما كانوا متفائلين ببشار. لكن بالظبط بعد كام شهر بشار الاسد بدأ يغير طريقه، بدأ يستخدم التهديد والاعتقالات لأي حد يقول رأيه. 2005 تقريبا غير مجلس الوزراء بالكامل، بدل الناس الكبيرة العواجيز بناس شباب كده، واللي كان معظمهم برضو من عيلة الأسد. وتيجي سنة 2007 والمفروض إن فترة حكمه الرئاسية تنتهي، لكن يترشح لفترة رئاسية تانية ويكسب بأغلبية كاسحة، لدرجة إن بعض الناس شكت في النتائج وقالوا إنها كان ملعوب فيها. صح نسيت أقول لك، ودي برضو هنجيلها شوية كده. حافظ الأسد اللي هو أبو بشار الأسد لما كان ماسك الحكم كان في خناقة كده بينه وبين إسرائيل على منطقة اسمها مرتفعات جولان، دي اسرائيل كانت عاوزه تاخدها وحافظ الاسد مرضيش يسيبها. الخناقه دي عدى عليها من النهارده اكتر من 57 سنه. المهم ان بشار ابدا مرضيش يدي مرتفعات جولان دي للاسرائيليين، بل وطالب بالجزء اللي خدته اسرائيل من مرتفعات جولان انها ترجعه. طبعا اسرائيل زعلت من الكلام ده، ولما اسرائيل تزعل يبقى امريكا تزعل. عشان كده بشار كانت علاقته بالغرب مش قد كده، وتفضل الدنيا ماشيه تقريبا بشكل شبه مستقر لحد سنه 2011، وتحديدا في شهر مارس. شهر مارس بشار الاسد صح على مصيبه، وهو ان الشعب السوري بدأ انه يعمل احتجاجات في الشارع. ليه يا شباب عملوا احتجاجات؟ بسبب انهم كانوا شايفين موجة الديمقراطية في الشرق الاوسط وفي شمال افريقيا. طبعا بشار يسمع كلمة ديمقراطية دي ويتجنن، ديمقراطية يا ولاد فخلى قوات الامن السوري ترد بقوة غشيمة على الشعب، وعشان يدي لنفسه البراح اكتر لغى قانون الطوارئ ومحكمة امن الدولة العليا، ودور في الناس اللي بتعارضوا الضرب. فطبعا الكل ابتدى يسمع، وبدأت الوقفات الاحتجاجية تزيد، وكل ما الاحتجاج كان بيزيد كل ما المذابح والعنف العشوائي كان بيتم، اللي كان بيعارض واللي ما كانش بيعارض كان بيتم قتله. لحد ما في سبتمبر 2011 بدأت تظهر جماعات معارضة مسلحة، والجماعات دي قتلت كبار المسؤولين في سوريا ساعتها. وكان من الناس دول داوود رجحة اللي هو وزير الدفاع، وآصف شوكت واللي هو كان اخو مراد بشار الاسد واللي كان واحد من اقرب المستشارين ليه. طبعا التمرد زاد، والرد الدموي اللي كان الحكومة ساعتها كان ازيد، فده خلى بشار يختفي عن الانظار. بدأت حكومة بشار انها تستخدم اسلحة كيماوية ضد الناس اللي في ضواحي دمشق واللي اتقتل بسببها المئات. ولما المعارضة اتهمته ان هو استخدم ضدهم اسلحة كيماوية قال ان ده ما حصلش، وان لو فعلا في اسلحه كيماويه فدي هتكون من المعارضه. وطبعا زي ما قلت لكم الغرب ساعتها كانوا قلبين عليه، كان الغرب زي امريكا وفرنسا وبريطانيا معاهم معلومات بتثبت ان بشار الاسد هو اللي امر بضرب الاسلحه الكيماويه. ولما الغرب اثبتوا ان بشار الاسد هو اللي ضرب بالاسلحه الكيماويه حطوا كل الاسلحه الكيماويه تحت السيطره الدوليه. بشار حتى لما اتاخدت منه الاسلحه الكيماويه ما سكتش لحد هنا، وبدا يستخدم ضد المعارضه حاجات اسمها البراميل المتفجره. دي براميل بدائيه الصنع لكن جواها مواد متفجره، وبيتم رميها من
من الطيارات على القواعد العسكريه والمدن بشكل عام، وطبعا كانت بتعمل تدمير مهول رغم من صنعها البدائي ده. وحقوق الانسان ساعتها كانوا شايفين ان اللي بيعمله بشار ده جريمه حرب، ان يا جماعه المفروض ما نسكتلوش. وفي 2015 سمح للقوات الامنيه الروسيه انها تدخل سوريا عشان تدعم الحكومه بتاعته. وخلال طبعا السنين اللي بعد دي مجازر مجازر مجازر. للعهد بشار الاسد حصلت حوالي 10 مجازر، وكلهم كانوا بطرق غير انسانيه، قصف عشوائي وضرب باسلحه كيميائيه، مع الاعدامات اللي بتحصل للمواطنين الابرياء بشكل عام. خلي بالك ال10 مجازر اللي انا بقول لك عليهم دول هم اشهرهم، لكن من 2011 ل 2015 حصلت حوالي 220 مجزره. انت متخيل؟ زي مجزره الحوله اللي حصلت سنه 2012 واللي عملوها قوات النظام والشبيحه وقتلوا فيها حوالي 200 شخص منهم ستات واطفال، او مجزره داريا اللي كانت في اغسطس 2012 واللي مات فيها حوالي 500 شخص في حمله عسكريه، ومجزره حي التضامن اللي كانت تقطع القلب في 2013 واللي لو سرشت دلوقتي باسمها على اليوتيوب هتشوف فيديو انا ما اتمناش انك تشوفه، فيديو صعب جدا. عشرات الميدانيين بيتقتلوا في حفره. او زي مجزره الغوطه واللي اتضرب فيها على الشعب غاز كيماوي، اسلحه المحرمه دوليا، واللي مات فيها حوالي 1400 شخص. لو فضلنا ابو الاصدقاء نتكلم على المجازر من هنا للصبح مش هنخلص، لكن بفضل ربنا يوم 8 الشهر ده حصل اللي محدش توقعه. روسيا كانت مشغوله في الحرب مع اوكرانيا، وايران كانت مشغوله في الحرب مع اسرائيل، وبشار الاسد بقى واقف لوحده قدام الشعب. وهيئه تحرير الشام قدرت تهجم بسرعه رهيبه على ادلب، وفي ايام معدوده كانوا مسيطرين على حلب، وفي ال10 ايام اللي بعديهم استولوا على حماه وبعدها دمشق، عشان نفاجئ يوم 8 ديسمبر ان بشار الاسد هرب. ايوه ابو الاصدقاء زي ما انت سامع، بشار الاسد هرب. بشار الاسد اللي ارتكب عشرات المجازر في السوريين هرب. سوريا اخيرا بقت حره من قبضه عيله الاسد. 54 سنه من الدمار النفسي اللي محدش يستحمله. السوريين عاشوا كابوس 54 سنه، 54 سنه ما شافوش يوم عدل في سوريا. ومستغرب بعد كل ده يا ابو الاصدقاء هم فرحانين ليه؟ عيله الاسد كانت كابوس على سوريا، والحمد لله وبفضل الله ربنا حررهم منه. بس للاسف مفيش فرحه بتكمل، لان طبعا دلوقتي مفيش رئيس للبلد، وفي هرجله كتيره دلوقتي بتحصل في سوريا، وده كان انسب وقت لدخول اللي ما يتسموش هم ابو الاصدقاء اللي قافشين اخواتنا. وطبعا بيطالبوا بايه؟ مرتفعات جولان، وبيقولوا ان هم هياخدوها عشان يحصنوا نفسهم. وبالفعل بداوا ياخدوا خطوات في انهم يعملوا كده، زي انهم ضربوا صواريخ على مواقع عسكريه عند اخواتنا في سوريا. بس بقى الحوار هيرسى على ايه اليومين الجايين هنشوف. بس ابو الاصدقاء، واتمنى الحلقه تكون عجبتك وفهمت ازاي جت اصلا عيله الاسد، وليه السوريين كانوا بيكرهوهم جدا للدرجه دي، والاهم من كده ليه سندوتش الشاورما بقى ب 10 جنيه. هقفل انا بقى الفيديو واروح اجيب لي كده ايه 2 3 عشان جعان. اهم حاجه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولا انت ابو الاصدقاء مش عايز تشوف الجديد بتاعي؟ على العموم هتلاقي مصدر الكلام اللي قلته في الديسكريبشن تحت، وكالعاده ما تنساش تعمل شير.